اليومين دول بقى كل الناس بتعمل ترند الكسكسي اللي في 10 دقايق، من غير شاش ولا بخار ولا اي حاجة خالص. 10 دقايق تخشي المطبخ تعملي الترند. طب ما تيجوا نعمل الترند ده ونقول رأينا فيه بصراحة بعد ما نعمله كده وندوقه. وبجد هقول رأيي فيه بصراحة جدا. في الاول كده حطيت شويه زبده، عايزه تحطي سمنه عندك سمنه فلاحي حطي سمنه فلاحي، اللي موجود عندك حطيه. هنحط قد ايه؟ يعني حطي كده 3 4 معالق كبار مليانين من السمنه او الزبده يسيحوا معايا هنا نص كيلو من دقيق السميد. احنا طبعا الكسكسي ده معمول بدقيق سميد مش بالدقيق ابيض. تمام. النص كيلو بعايرهم في المج الكبيره اللي انتوا شايفينها دي الكوبايه دي اكبر من بتاعه الشاي، دي مج كبيره. النص كيلو طلع معايا كوبايتين كبار من الدقيق السميد زي ما انتوا شايفين كده. نزلت عليهم وهقولك انا ليه عايرت الدقيق معايا. المهم ان انا بقى عندي النار هاديه، هبدا ان انا اقلب دقيق السميد ده في الزبده، وحسيت ان هو محتاج شويه زبده كمان فزودت له. يعني هتشوفي دلوقتي هحط له حته زبده كمان. فيعني ما تستخسريش فيه الزبده او السمنه، حطي فيه يعني كميه حلوه كده محترمه. هبدا بقى ان انا اقلب الدقيق بتاعي ده على نار هاديه. هنا بقى انا مش عايزه الدقيق السميد بتاعي ياخد لون خالص، انا عايزاه يفضل بلونه ده. فبعمل ايه؟ اختبر ازاي ان هو كده تمام. عايزاه يسخن، ان انا احط ايديا على الدقيق ما استحملهاش، ان انا ما اطيقش حراره الدقيق على ايدي. اول ما بوصل لمرحله ان الدقيق بتاعي خلاص سخن قوي وانا مش متحمله ايديا عليه، ببدا ان انا انزل عليه بالميه. وهنا انا قلت لك عايري كميه الدقيق اللي انت هتحطيها بالكوبايه، عشان خاطر احنا هنحط الميه على نفس المعيار بتاع الدقيق بتاعي اللي انا حطيته. فشوفي بقى هتستخدمي كوبايه 2 3، عايريها عشان ده نفس المعيار اللي احنا هنحط فيه الميه. هنا المفروض وانا بشغال عليه وهو لسه دقيق كده، المفروض انزل عليه بذره ملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. انا بصراحه بعامله معامله الكسكسي لما نشوف. فهنا انا نسيت، بس هفتكر بعد ما احط الميه فهتلاقوني بحط بعد ما احط عليه الميه. بس انتي المفروض ان انتي بتحطيه وهو في المرحله دي. بصي انا كل شويه اهو بجس الدقيق بتاعي لحد ما احس ان انا خلاص ايديا مش قادره تتحمل الدقيق. وهنا بقى ببدأ ان انا اجيب ميه. طيب الميه اللي هنحطها ميه مغليه، اوعي تحطي ميه من الحنفيه. هنحط على الدقيق ميه مغليه، وفي نفس الوقت النار اللي انا شغاله عليها نار متوسطه. اوعي برضو تعلي النار، خلي النار متوسطه مايله للهاديه. تمام كده تمام. هنا الدقيق بتاعي خلاص جسيته لقيته سخن، هبدا ان انا احط الميه السخنه زي ما انتي شايفه كده. نزلت بكوبايه وهنزل بالكوبايه التانية. وزي ما قلتلك انا نسيت احط الملح والبيكنج باودر، فهحطهم دلوقتي مع الميه. بصي ذرة ملح صغيرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا بصراحة البيكنج باودر على طول بحط وانا لما باجي بعمل الكسكسي بيخلي لي الكسكسي بتاعي هش. فاحنا بنعمله معاملة الكسكسي وتعالوا نشوف. بصي بقى اول حاجة اول ما حطيت المية بصوا عمل ازاي. تحسي ان الدنيا عجنت، حسيت ان الدنيا قلبت عجينة خالص والدنيا مش مظبوطة. بس تمام، هي المفروض ان ده اللي بيحصل، يعني اللي بيحصل ده طبيعي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ فاحنا هنسيبه على نار ونفضل نقلب لحد ما نبخر الميه اللي احنا حطيناها. احنا حطينا الميه عشان نسويه، فنستنى بقى ان احنا نبخره. فهنبخره ان انتي تفضلي واقفه، تفضلي ايدك فيه ما تسيبيش الطاسه تماما. هو بصي مشكلته ان انتي طول ما انتي واقفه لازم تقلبي فيه، محتاج دراعات كده من حديد تفضلي تقلبي فيه. هفضل ان انا اقلب في دقيق السميد بتاعي ده لحد ما يبدا ان الميه فيه تتبخر، ويبدا التكتلات اللي انتوا شايفينها دي تبدا تفك، ويبدا ان هو يفرفط معايا شبه بالظبط الكسكسي. اهو ربنا يدينا الصحه ودينا مع بعض لحد ما نشوف هل النتيجه اللي احنا عملناها دي هتستاهل ولا لا. بصراحة هو يعني سهل ومبياخدش وقت، بس محتاج يعني تفضلي تقليبه بياخد وقت. يعني حوالي انا اخد معايا بالظبط، هو مش 10 دقايق، انا اخد معايا ربع ساعة على النار لحد ما خلصت لحد ما خلصته. انا هنا مرضتش اقصقص من الفيديو اي حاجه، سايبه الكاميرا بس هاجي في وقت كده هفصل وارجع افتح تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم، عشان تشوفوا كل المراحل في التقليب. بصوا بقى هنا بدات الدنيا ايه، بدات احس اهو بدات الدنيا تندع معايا، وبدات احس ان يعني العجين بدا يفك من بعضه كده، وبدا يعني يعمل لي زي كتل. فهفضل اقلب. بصوا انا من كتر ما انا تعبت من التقليب، بصوا مسكت المعلقه ازاي عشان افكك. انا عايزه بقى افكك ما انا حسيت الميه بدات تتبخر، فعايزه افكك العجينه بتاعتي دي او الكسكسي بتاعي ده من بعضه.
فخلينا مع بعض لحد ما ما نوصل ان الدنيا تبدأ تبان. يعني انا لحد هنا ما كنتش متفائلة خالص بصراحة، وكنت حاسة لا في حاجة غلط، يعني يعني غريب، يعني الوصفة بالنسبة لي غريبة. انا ما اعرفش يا جماعة هو ده الكسكس اللي بيعملوه اهل المغرب بقى والجزائر ولا ايه، مش عارفة. والوصفة يا جماعة مبدئيا الوصفة دي مش بتاعتي، الوصفة دي كل الصفحات عملتها، بس انا مش عارفة هما بيقولوا اول صفحة عملتها صفحة اسمها حتة عجين، فانا مش عارفة بصراحة المعلومة دي صح ولا ايه، بس الوصفة مش بتاعتي عشان بصوا كله بيتعارك مع بعضه بسبب الوصفة دي. انا لقيتها وحبيت ان انا اعملها اصورها وانزلها لكم، ونشوف هل هي فعلا حلوة تستاهل ولا حاجة كده اختراع ويعني مش قد كده. بصوا كل ده هي على النار اهو، عمالين نقلب فيها. ولو وصلتي للمقطع ده ما تنسيش اللايك والسبسكرايب للقناه، لو انتي لسه ما عملتيش سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. هنا بقى انا فصلت الكاميرا شويه وبعدين رجعت بقى هنا تاني. بصوا بقى بدات معالم الكسكسي يبان. ايه ده فعلا اخد شكل الكسكسي. بس مبدئيا ودي اول ملاحظه انا اخدت بالي منها، الكسكسي بتاعنا بيبقى ناعم قوي. ده بيبقى برضو مهما بتفضلي تقلبي فيه وتبخري فيه الميه بيفضل فيه كتل زي ما انتوا شايفين كده. فدي اول ملاحظه انا اخدت بالي منها، ان انا لو هقعد اقلب مهما هقلب مش هيبقى بنعومه الكسكسي بتاعنا اللي احنا بنعمله. يعني احنا بنحب الكسكسي الناعم ده، عارفين الغربال برضو وبتاعه وبننخله وبنعمله بيبقى ناعم، لكن ده مهما هتعملي فيه برضو بيفضل فيه زي كتل كده ما بتتفكش، بس يعني عايزه بقى ايه تاخدي كل كتله كده تفكيها بالمعلقه. هنا بقى كنت خلاص خلصت الكسكسي عندي، نزلت عليه طفيت النار، نزلت عليه حته زبده كده برضو عشان انغنغه كده يبقى طعمه حلو، وقلبت الكسكسي بتاعي كله في بعضه كده عشان يتغلغل كده ويشرب من الزبده اللي انا حطاها. تمام كده. تعالوا بقى نغرف الكسكسي وندوق الكسكسي واقول لك بقى ايه رايي فيه. هنا بقى حطيناه في الطبق. بصوا لو ركزتوا هتلاقوا الكسكسي فيه زي كتل او قطع كبيره، فيه مفرفط منه وناعم بس برضو فيه كتل، وده مش بيحصل في الكسكسي بتاعنا. يعني ما تلاقيش الكسكسي بتاعنا مكتل كده. هنحط بقى السكر البودره، ولو عندك بقى حابه تحطي مكسرات حطي مكسرات، بتحبيه باللبن حطي لبن، براحتك اتعاملي بقى فيه زي ما انتي بتحبيه. تعالي بقى ندوق. بصي اول ما خدت معلقه هو بجد كسكسي طعمه شبه الكسكسي بتاعنا بجد، يعني الغريبه واتصدمت. يعني هتلاقوني بصي باخد كذا معلقه عشان مش مصدقه ايه ده يا جماعه هو كسكسي. بس يا جماعه الكسكسي بتاعنا احنا اللي بيتعمل بالدقيق برضو ليه شمخته وليه طعمه وليه، هيفضل مميز مهما جربنا له طرق، هيفضل الكسكسي اللي احنا بنعمله بالدقيق مميز. معنى كده ان ده مش وحش، لا هو حلو كل حاجه، بس هيفضل الكسكسي بتاعنا مفيش احلى منه.